بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما بينفعش طبعا عيد من غير كشري، فلازم اكلة الكشري الجميلة بتاعتنا في العيد. معانا يا حبايبي للكشري اول حاجة بس وحدوا الله وصلوا على النبي، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك وكملوا بقى الفيديو معايا للاخر عشان هنعمل احلى شوية كشري. معانا يا حبايب قلبي ربع كيلو عدس بجبة بلدي. اوعى تجيبوا غير البلدي للكشري، عشان البلدي ده بيبقى كده مصحصح في السوا، والتاني بيدوب مع التسوية. هنروح حاطين عليه مية مغلية كده وهنسيبه. دي اول حاجة عملناها في الكشري بتاعنا، لان مش هسلقه، انا هكتفي بالمية المغلية دي بس. تاني حاجة برضو الحمص، حوالي نص كوباية حمص، بس انا طبعا لما اتنقعت ما شاء الله يعني ادت كمية. ننقعها في مية سخنة بقى ليها 3-4 ساعات كده. نفضيها برضو هنا، حلة كبيرة شوية بس مش مهم. ننزل عليها برضو بالمية السخنة كده، ونولع عليها بقى تتسلق. ماشي يا حبايبي. بس ومعنا حلة هنا مولعة عليها. ننزل بحبة زيت كده جمال، لان الكشري ما بتعملش غير بالزيت. هنعمل هنا الرز، هنعمل كده حوالي نص كيلو رز او اكتر على حسب يعني. 3 بصلات وسط مقطعين كده، ننزل بيهم كده للرز بتاعنا. حلة تاني يا حبايبي عشان نعمل الصلصة بتاعتنا الجميلة. ننزل بالثوم المفروم ده معلقتين كده كبار حلوين. يتشوحوا كده ويتحمروا حلو، نروح نازلين بعصير الطماطم. البصل بتاعنا اهو، انا زودت حبة زيت تاني. لازم روائح الكشري تفج كده من كل مطبخ كده في العيد ما شاء الله. اكله بقى احنا بنستناها كده، بتبقى يعني حاجه زي عاده كده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد يا رب، وفرح وهنا وسعاده. بصوا حبايبي التومه كده اتشوحت، رفعتها لقيتها هتتحمر زياده عن اللزوم، رفعتها من على النار شويه. شويه الطماطم اللي في الشبشب انا احط حبه ميه كده ونمصمصه كده ونحطهم على برضو الصلصه بتاعتنا. مرمهمش يا حبايب قلبي يا غاليين خساره. بصوا بقى جماله وتكاته وحركاته. خلاص الكشري بتاعنا تقريبا كده قرب يكون اتعمل. كل حاجه ماشيه معانا زي الفل، مفيش اي مجهود ولا وقت. بس احنا كده نشجع ونقوم كده نروح داخلين المطبخ عاملين حبة كشري كده حلوين سخنين ونقضي بيهم اليوم. الصلصة بتاعتنا نحط لها حبة ملح كده مش كتير عشان لسه هتغلي، عشان ما تحدقش مني. وحبة كده من الفلفل الاسود، حوالي نص معلقة صغيرة. معانا طاسة كده، شوية زيت
منكترش عشان احنا حاطين زيت كفايه في نحمر الشعريه عشان نحطها للرز. حاطين زيت كفايه في البصل. هنحمر الشعريه وننزل بقى على البصل بعد ما يتحمر، هي والعدس والرز، وكده يبقى الرز بتاعنا خلص والصلصه اتعملت والحمص بيتسلق. يبقى فاضلش غير ايه، نعمل شويه الايه مش عارفه اقول لكم ايه الحاجات بقى، التحابيش دي اللي بتبقى حوالين الكشري، بصل محمر بقى والدقه والكلام ده، حبه السلطه الحلوين كده بالطماطم والفلفل. هحمر بقى الشعريه دي وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بس يا حبايبي البصل بتاعنا اتحمر كده بقى باللون ده كده، مش لازم يغمق اكتر من كده عشان الرز بتاعنا يبقى مسكر. هننزل بالعدس اهو، بس العدس بقى شبه المستوي. ننزل بالشعريه بتاعتنا. ننزل بالرز. نقلب كله كده مع بعضه. بسم الله ولا قوة الا بالله. حطيتوا لايك ولا لسه؟ بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده عسل. انا مكتره العدس شويه عشان انا بحب العدس كتير في الرز، يبقى باين كده. على حوالي معلقه كبيره او ازود شويه كمون حصى، ده بقى اساسي كده في الرز بتاعنا، ده اللي بيخلي الكشري بتاعنا ايه ريحته مفحفحه كده وجميل. هي سخنه ايه من الكتل. واحط برضو حبه ملح ناعمين، واحط الملح بس لا اكتر ولا اقل. ده حلو قوي. هزود شويه عشان العدس برضو هياخد سوا مع الرز. شايفين الجمال والحلاوه. بصوا، نحط له بقى الملح بتاعه وشويه الكمون الحصى وحبه فلفل اسود، ونغطي عليه ونسيبه يستوي. تعالوا بقى نقطع ايه حبه البصل اللي هنحمرهم كده، اللي هنحطهم على وش الكشري. انتوا عارفين بقى الكشري بتاعنا، الكشري المصري الجميل مينفعش غير بالحاجات دي. واللي مش بيحبها عادي ما يعملهاش، واللي مش عنده التكلفة يعمل اي حاجة على قده ويمشي حاله. نقطعهم كده ونديهم كم معلقتين نشا كده عشان يتقرمشوا معانا في التحمير. بصوا يا حبايبي، انا كده قطعت البصل اهو، نديله معلقتين نشا كده ونسيبه شويه قبل ما نحمره. حبه كمان مش هحط بقى المعلقه في النشا عشان الوقت بقت ريحتها بصل. ماشي يا حبايبي اهو كده بقى زي الفل. البصل بتاعنا ناقص غير نحمره بس. تعالوا يا حبايبي نشوف ايه اخبار الرز الجميل بتاعنا. اتشرب كده وبقى عسل اهو. وطينا عليه النار خالص يا سيدي، يا جمال وتكات وحركات. نسيبه يكمل سوا كده على البخار. حاجة عسل. نغطي عليه بقى. يلا حبايب قلبي يا غاليين، نعمل دقة التوم بقى اللي هنعملها بالخل كده، عصير الليمون، حبة زيت مش كتير، مش عايزين نكتر الزيوت والكلام ده عشان احنا يعني شبعنا زيوت ودهون وحلويات وعصائر في رمضان. عايزين بقى ايه
نتخلص من الحاجات دي. لما تحمر ننزل كده بحبة الخل، الليمون هنعصره، نعصر واحدة ليمونة كده بس بعد ما نطفي عليه. ماشي يا حبايبي. وبس حبة ملح برضو، حبة فلفل اسود، وكده تمام. بس عملنا كده ايه، عملنا الرز وعملنا الصلصة وعملنا الحمص وعملنا الدقة الحلوة بتاعتنا. فاضل يا حبايبي نسلق المكرونة ونعمل سلطة الطماطم بس، ونحمر البصل. ماشي يا حبايبي، حطوا لايك بقى قبل ما ارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا حاطه هنا زيت كتير طبعا، هو اللي بقلي فيه يعني، مش هننزل بقى هنا ايه، هو مسخنش لسه. هننزل بالبصل هنحمره، نحمر البصل بتاعنا كده حلو، والزيت هنروح ايه، ونروح فاضيينه بقى في مصفى يصفوا كل الزيت اللي فيه. ما تقولوش يعني الزيت كتير ولا الكلام ده، احزننا بنحمر بطاطس كده حلوه، احزننا دي اكننا يعني. وفي النهايه نفضيه في مصفى على طول في طبق عميق كده او حله عميقه يصفي الزيت كله اللي فيه. ماشي يا حبايبي، نسيبه بقى يتحمر ونروح نعمل حاجه تانية. تعال بقى نعمل سلطه القوطه كده يا حبايبي. هنقطع القوطه دي كده زي ما بنقطعها للسلطه بالظبط. ماشي يا غاليين. وهنقطع كمان عليها الفلفل الرومي ده وحته صغنونه من الفلفل الحامي، وهنحط لها حته دقه من بتاع السمك ده، الملح بتاعها بس لا اكتر ولا لايكات كتير بقى، كتير للكشري الحلو الجميل ده. قبل ما ارجع لكم، انا حطيت ميه المكرونه دلوقتي تسخن عشان نسلقها برضو. بصوا، قطعنا الطماطم، نقطع الفلفل برضو كده. هي بتتعملش غير ببصل بطماطم وفلفل بس، مش اكتر من كده. دي السلطه بتاع الكشري، طماطم وفلفل بس. ماشي يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي، بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الزيت رايق ونضيف برضه اهو، مفيهوش اي حاجه. هنحطه في المصفى كده، مفيش اي حاجه هتنزل في الزيت يعني، وهنستخدمه تاني عادي يا سيدي. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا بقى اهو، انا فضيت دي مصفى صغنونه كده عندي، ورحت مفضيه البصل على بصوا القرمشه. بصوا الجمال، الزيت اهو، لا الزيت اهو، ده كده الحوض، ده الزيت اهو. بصوا نضيف زي ما هو اهو اهو يا حبايبي. ايه رايكم بقى؟ سيبوه بقى يصفي براحته ويبرد كده ويقرمش، ونشوف هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي، نعمل الشطه الزيت ده. حابه يجي نص معلقه صغيره كده بابريكا، حوالي معلقه شطه، مش هنكتر لان ايه، عشان دي شطه يعتبر، عشان ما تترميش في الاخر. مش كل البيت بياكل شطه يعني. لو احنا بقى البيت كله حرفة شطه، اعملوا بالكميه اللي تناسبكم. انا ما حطيتش شطه في الصلصه عشان انا عندي ناس بتحب الشطه وناس ما بتحبش، فانا بخلي الشطه بره، واللي عايز يحط بقى زي ما عايز قدامي. الشطه بتتحمص على فكره بسرعه، ما نخليهاش وقت طويل على النار. بس كده، انا كده خلاص هشيلها. بصوا حبايبي، الميه غلت بتاع المكرونه، ونزلت بالمكرونه بقى نسلقها اهيت، تاخد السوا بتاعها المظبوط.
وبعد كده هنعمل ايه، نصفيها من الميه ونشطفها شطفه كده على السريع، ما نخليهاش تبرد منه، ونحطها في الحله تاني، وحبه زيت وحبه ملح وحبه فلفل اسود، وكده يبقى المكرونه بتاعتنا جاهزه. لسه حطها طبعا، هسيبها يعني تبدا تدبل كده، مش هنفضل طول الوقت نقلب فيها يعني. ماشي يا حبايب قلبي يا حلوين، صلوا بقى على النبي وحطوا لايك. يلا حبايب قلبي، انا كده سلقتها وصفتها. المكرونه طبعا انا جايباها من عند العطار، خليته ايه، حط لي من كل صنف حبه كده، عشان ما اجيبش اكياس بقى وافتحها واسيب بقيتها تفضل كده قاعده في المطبخ. قلت له هات نص كيلو كده وشكلوا لي من كل نوع حبه. شفتوا انا ناصحه ازاي، خليكم ناصحين زيي بقى كده. حبه الزيت اهو. مكرونه نخلي بالنا من الملح، لان الماء اقل ملح بيبان فيها. انا مولعه العين ده طبعا تحتها دلوقتي وموطياها خالص عشان تفضل سخنه. بس بصوا العسل، بصوا الجمال كده. ما فاضلش بقى غير ان احنا نغرف الكشري بتاعنا. يا سيدي على الرز، يا سيدي على الرز المفلفل وجماله، والعدس الجميل المنور، يا جماله وتكاته وحركاته. نبدأ نغرف بقى يا حبايبي طبق الكشري الجميل بتاعنا. نحط الاول الرز، وبعدين ننزل في الفوايب المكرونه، ونحط بقى التكات والحركات بتاعتنا. وده احلى كشري بقى. يا رب الكشري بتاعك ياخد ترند، يا رب يبقى زي محمد اللي اتطرد من كشري التحرير. بصوا الكشري بتاعي جميل ازاي، يا رب. حطوا لايك حطوا لايك يا حبايبي. يلا حبايبي نحط المكرونه. سلام، جماله جماله تكاته وحركاته. حبايبي الصلصه الجميله بتاعتنا يا سيدي، يا سيدي على شويه الكشري وجمالهم ونظافتهم. يلا بقى الحمص الجميل اللي استوى وبقى زي العسل بقى. بصوا زبده كده. بصوا الجمال، بصوا القرمشه، بصوا الحلاوه يا سيدي، يا جمال ويا تكات وحركات، يا لايكات. بس يا حبايب قلبي يا غاليين، ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اتفضلوا بقى معانا في العسل الحلو القمر ده. طبق الكشري العسل ده اللي هياخد ترند ان شاء الله. لايكات بقى، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.